في واحدة من أكثر الرسائل السياسية توتراً وحدة خلال السنوات الأخيرة، خرج إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو برسالة مطولة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هاجم فيها بشدة الدول الداعمة للمغرب، متهما إياها بتشويه الحقائق ودعم الاحتلال، في خطاب اعتبره كثير من المتابعين أقرب إلى تعبير عن الغضب والإحباط السياسي منه إلى لغة دبلوماسية هادئة ومتوازنة. ويرى مراقبون أن هذه الرسالة، التي جاءت عقب موجة إدانات دولية للهجمات التي استهدفت مدينة السمارة، لم تكن مجرد رد فعل على مواقف بعض الدول الغربية، بل عكست شعوراً متزايداً داخل قيادة البوليساريو بأن ملف الصحراء يشهد تحولاً متسارعاً لصالح المغرب، وأن الجبهة تفقد تدريجياً أبرز الأوراق التي ظلت تعتمد عليها لعقود. وبحسب عدد من المحللين، فإن اللافت في مضمون الرسالة هو تخلي غالي عن اللغة التقليدية المرتبطة بالحل السياسي الأممي، مقابل تبني خطاب أكثر تصعيداً، يقوم على التلويح بخيار المقاومة المسلحة، مع التأكيد على أن اتفاق وقف إطلاق النار انهار نهائياً منذ أحداث الكركرات سنة 2020. ويعتبر مراقبون هذا التحول مؤشراً على تراجع هامش المناورة الدبلوماسية أمام البوليساريو، خاصة في ظل التراجع الملحوظ لحضور فكرة الاستفتاء داخل النقاش الدولي، مقابل تنامي الدعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها حلاً واقعياً وعملياً للنزاع. كما يرى متابعون أن توقيت الرسالة يكشف حجم الارتباك داخل قيادة الجبهة، إذ تزامنت مع سلسلة مواقف دولية داعمة للمغرب، ومع اتساع دائرة الإدانات للهجمات التي استهدفت مدينة السمارة، وهي التطورات التي وضعت البوليساريو لأول مرة في مواجهة اتهامات مباشرة بتهديد أمن المدنيين والاستقرار الإقليمي. كما يرى عدد من المراقبين أن جبهة البوليساريو حاولت خلال السنوات الماضية تقديم نفسها كحركة تحرر، غير أن طبيعة الهجمات الأخيرة وما رافقها من استهداف لمناطق مدنية ساهمت في تغيير صورتها داخل عدة عواصم غربية، خاصة مع تصاعد المخاوف الدولية من تحول منطقة الساحل والصحراء إلى بؤرة مفتوحة أمام الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والتطرف. وفي هذا السياق، لم يكن من قبيل الصدفة، وفق نفس التحليلات، أن يخصص إبراهيم غالي جزءاً مهماً من رسالته للحديث عن استهداف المدنيين واتهام المغرب بارتكاب جرائم حرب، في محاولة واضحة لإعادة توجيه النقاش الإعلامي والسياسي، بعدما أصبحت الجبهة نفسها تواجه اتهامات متزايدة بدل الاستمرار في لعب دور الضحية الذي اعتمدته لسنوات. وتشير قراءة سياسية إلى أن رسالة غالي تحمل في عمقها اعترافاً غير مباشر بأن المعركة الدبلوماسية لم تعد تحسم بالشعارات التقليدية، وأن البوليساريو تواجه عزلة متنامية داخل المنظمة الدولي، خاصة بعد التحولات الكبرى التي عرفها الملف خلال السنوات الأخيرة، بدءاً من الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، مروراً بالدعم المتزايد من دول كبرى بينها فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا لمبادرة الحكم الذاتي، وصولاً إلى افتتاح عشرات القنصليات في مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب تنامي الاستثمارات الدولية بالأقاليم الجنوبية. ويرى محللون أن هذه التحولات لم تعد مجرد مواقف ظرفية أو مرتبطة بحسابات سياسية مؤقتة، بل أصبحت تعكس قناعة دولية متزايدة بأن المغرب نجح في ترسيخ واقع سياسي وتنموي جديد داخل الصحراء، في وقت تراجع فيه حضور خيار الانفصال كحل عملي أو قابل للتطبيق في منطقة تبحث عن الاستقرار والأمن أكثر من أي وقت مضى. وفي خضم هذه التطورات، يبرز تساؤل أكثر حساسية حول ما إذا كانت الجزائر نفسها بدأت تقتنع بأن مشروع الانفصال وصل إلى حدوده السياسية. ورغم استمرار الجزائر رسمياً في تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي لجبهة البوليساريو،
فإن عددا من المتابعين يرون أن مستوى الحماس الجزائري تجاه هذا الملف لم يعد بنفس الزخم الذي طبع العقود الماضية. ويشير هؤلاء إلى أن الخطاب الجزائري خلال الأشهر الأخيرة اتسم بنوع من الحذر والتراجع النسبي مقابل تصاعد نبرة التصعيد داخل البوليساريو، وكأن الجبهة تحاول تعويض فتور داعميها برفع سقف الخطاب الإعلامي والعسكري. ويرى عدد من المحللين أن الجزائر باتت تدرك أن السياق الدولي تغير بشكل عميق، وأن موازين القوى الحالية لم تعد تسمح بإعادة إحياء مشروع الانفصال بالشكل الذي طرح به في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، خصوصا في ظل التحولات الأمنية التي تعرفها المنطقة، والضغوط الاقتصادية الداخلية، وتزايد التوجه الدولي نحو إنهاء النزاعات الطويلة في شمال إفريقيا. كما يعتقد أن استمرار هذا الملف لم يعد يقتصر على كونه مصدر استنزاف للمغرب فقط، بل أصبح يشكل عبئا سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا على الجزائر أيضا، خاصة مع تراجع القدرة على تعبئة دعم دولي واسع لصالح أطروحة البوليساريو مقارنة بالمراحل السابقة. ومن هذا المنظور، يرى متابعون أن رسالة إبراهيم غالي الأخيرة لا تعكس بالضرورة قوة سياسية، بقدر ما تعبر عن قلق متزايد من مسار تراجع تدريجي لمشروع ظل يعتمد لعقود على دعم سياسي وأيديولوجي أكثر مما استند إلى معطيات واقعية قابلة للاستمرار. فالخطاب الذي حملته الرسالة، بما فيه من حدة واتهامات وتصعيد، يبدو أقرب إلى محاولة للتأثير الإعلامي وإعادة فرض الحضور، في وقت تتسارع فيه التحولات الدولية التي تعطي الأولوية للاستقرار والتنمية والسيادة بدل استمرار النزاعات. وبين تصاعد الخطاب من جانب البوليساريو، واستمرار الموقف الجزائري في إطار الحذر النسبي، وتزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، يبدو أن مسار النزاع يدخل مرحلة حساسة، تتسم بإعادة تشكل موازين الموقف الدولي في اتجاه يقلص تدريجيا من هامش طرح خيار الانفصال كبديل واقعي في المستقبل.